اهلا بيكم. النهارده هنتعلم خطوة جديدة في الاكسل وهي فل دي هي التعبئة. ازاي انا هعمل تعبئة للخلية بتاعتي؟ مثلا لو كتبنا من 1 في العمود لحد 1000، هل انا هقعد اكتب مثلا كده 1 2 3 4 لحد 1000؟ لا، يبقى احنا هنستخدم النهارده حاجة اسمها اللي هي التعبئة. بعملها ازاي؟ من الهوم هنروح على الملف ده اللي تحتيه، اللي مرسوم عليه في النص كده سهم، ده اسمه جنبها في سهم كده هضغط عليه واقول له واختار سيريس. من سيريس هنا هبتدي، هو بيقول لي احنا هنبدأ الخطوة بتاعتنا من ستيب فاليو من اول ايه، من 1، بس انا هقول له انا عايزاه كولم وليس رو، عايزاه ينزل عمودي، فلازم اعلم على العمود كده كولم، وبعد كده هقول له انهيلي مثلا هنا ب1000، اخرك يكون 1000 معايا، واقول له اوكي. فعمل لي تعبئة لحد 1000. تعالوا كده نشوف، ادي التعبئة بتاعتي نازلة كلها تحت بعض لحد 1000. طيب تمام. طب لو انا جيت مثلا عملت تاريخ، لو انا جيت هنا كده مثلا عملت تاريخ من 1/1/2023، تمام، هقول له برضك انا عايزاه ينزل السنه كلها لحد 31/1/2023. يبقى هاجي من هوم برضك، هختار هنا الداله بتاعتي اللي اسمها ومن هختار سيريس. هعمل ايه؟ هو بص هنا محدد لي ايه، كاتب لي معلم لي على الديت، اقول له تمام، بس انا عايزاه برضك ايه، عمودي ينزل تحت بعضه. تمام. قال لي هتمشي خطوه بخطوه، قلت له ستيب فاليو، هبدا من 1 وهنتهي ل31 لحد السنه 31/1/2023. تمام كده، واقول له ايه، اوكي. بص عمل لي تعبئه للخلايا كلها. طب افرض انا عايزه بقى الخلايا دي كلها ما تنزلش، تنزل ب7/7، يبقى انا هعمل كده، هقول له تاني من 1/1/2023، هقول له اعمل لي تعبئه، بس ايه، ينزل خطوات ب7. يعني ازاي؟ هقول له باخدك من هوم، هختار سيريس كده، واقول له هو ديت، ده تاريخ، بيقول لي ده تاريخ، قلت له هختار الكولم، ما انساش، بدل هنا ايه ما تمشيش خطوه واحده واحده، لا امشيها 7، واقول له ايه، باخدك لحد اخر السنه لحد 31/12/2023. يبقى احنا كده خليناه يمشي 7 خطوات لحد 31/12/2023. هقول له اوكي. باخدك بص نزل لي ازاي، نزل 7/1/2023 اهي، وبعد كده نزل ايه، 8/1/2023. تمام كده نكون خلصنا درس النهارده. لو في اي سؤال او نقطة مش واضحة اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من سلسلة الاكسل من البداية للاحتراف.